قاعدين قعدة عائلية لطيفة كده في ليالي الشتاء الجميلة، وإذ فجأة الكل يجمع على إنه عايز ياكل فطير بالشوكولاتة. طب علشان نشتري يعني فيها حسبة كام كده؟ قالوا عايزين 260 جنيه علشان نجيب فطيرة الشوكولاتة وناكل ونشبع كده. قلت لهم طب ماشي، ادوني ال 260 جنيه وانا اعمل لكم فطيرة الشوكولاتة وتاكلوا وتشبعوا. قالوا لي لا، ده انت لسه تقومي بقى تعجيني بقى وتفردي وتشلتتي والكلام ده. قلت لهم كل اللي عايزاه لفة جلاش، وفي اقل من نص ساعة الفطاير هتكون خلصانة. قلت لهم هتشوفوا بقى اللهم بارك احلى من اللي بنجيبها من بره 1000 مرة، زي ما شفتوها في اول الفيديو ما شاء الله. وعملت اسهل بديل نوتيلا او اسهل صوص شوكولاتة في الدنيا نغرق بيه الفطاير بتاعتنا براحتنا. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هعملها معاكم بديل النوتيلا، او هنقول عليه صوص الشوكولاتة او الشوكولاتة قابلة للدهن، قولوا عليه اللي انتوا عايزينه. المهم ان هو اسهل حاجة في الدنيا. عبارة عن كوباية من السكر البودرة، وعليه كوباية من الحليب البارد، ونص كوباية من الكاكاو الخام، وهحتاج كمان نص كوباية من الزيت بس هسيبها على جنب. في مكون اختياري اللي هو الحليب البودر، بيعزز الطعم جدا وبيخليها تحفة قوي، بس لو حابة تستبعديه ما تحطيش لبن بودر مفيش اي مشكلة. انا عاملة صوص الشوكولاتة ده معاكم مرة وعملت له فيديو مخصوص كان بعنوان اسهل صوص شوكولاتة في الدنيا، وما كنتش حاطة عليه لبن بودرة ولا اي حاجة وكان تحفة. فدي اضافة، حابة تحطيها حطيها، مش حابة خلاص تمام. بضرب لمدة دقيقتين 3 في الخلاط قبل ما اضيف الزيت علشان اتاكد من السكر داب معايا خالص والكاكاو ما فيهوش اي تكتلات، علشان لما بضيف الزيت الصوص بيتقل معايا. وطبعا المكونات مش بتدوب كويس لما الصوص الشوكولاته بيتقل. وبعد ما بضرب دقيقتين 3 ببدا بقى انزل بالزيت بتاعي زي خيط رفيع كده من الزيت، بضيفه تدريجي وانا بضرب لحد ما الصوص بيتقل معايا. طبعا بقى هتشوفي بعينيكي، لو لقيتيه تقيل حابه تخففيه شويه ضيفي معلقه لبن او قللي معلقه زيت على حسب بقى ما تحبي سمك الشوكولاته بتاعتك عايزاها عامله ازاي. يعني لو عايزاه تقيل هتزودي معلقه زيت، لو عايزاه خفيف شويه هتزودي معلقه من اللبن. تمام. شايفين بقى حطيتهم في العلب دي علب عسل كانت عندي غسلاها ونضيفه وزي الفل. حطيت فيها صوص الشوكولاته علشان ليها زوايا كده لو حبيت اصب من العلبه فبتكون حلوه جدا. وعينتهم بقى في التلاجة على ما اجهز الفطاير بتاعتي. كل اللي احتاجته لفه من الجلاش، ما شاء الله لفه الجلاش دي هتعمل معايا 5 فطاير، كل فطيرة حجمها أكبر من اللي بنشتريها من بره ما شاء الله، مورقة وجميلة جدا. ومعايا كمان شوية كده من السمنة السايحة، يعني عايزة أقول لكم إن أنا استخدمت أقل من نص كوباية كمان من السمنة. أهم حاجة السمنة تكون سايحة كويس معاكي علشان وانتي بتدهني سمنة ما تستخدميش كمية كبيرة. يعني لو السمنة ماسكة شوية نفسها فبتيجي تدهني فبيدهن معاكي كمية أكبر، ما بتكون سايحة بتلاقيها عاملة كده زي المية، فما بتبلغيش قوي في كمية السمنة اللي احنا بنحطها. بصوا بقى يا حبيباتي، الفطيرة معايا هتكون مكونة من 3 ورقات من الجلاش، ولازم بين كل ورقة والتانية ادهن سمنة ضروري جدا. عايزة اقول لكم ان هو ده سر نجاحها، تطلع مورقة جدا وطعمها زي الفطير بالظبط، هو انك انتي بتدهني بين كل رقة والتانية سمنة. يعني ما تستسهليش وتقولي ادهن بين كل ورقتين وورقتين، لا معلش، ادهني بين كل ورقة والتانية هتلاقيها تحفة اللهم بارك. فدلوقتي انا بحط 3 ورقات بين كل ورقة بدهن سمنة كويس، ولكن مش ببالغ قوي في دهن السمنة علشان ما تكونش تقيلة. زي ما قلت لكم السمنة سايحة معايا فبدهن رشة اللي هو يعني طبقة خفيفة جدا كده من السمنة بين كل ورقة والتانية. ممكن طبعا تخلي الفطيرة بتاعتك عبارة عن 4 ورقات او 4 رقات، بس ما شاء الله انا عايزة اقولك ان ال3 رقات والله مظبوطة جدا مورقة، والرقات بتاعتها حلوة قوي ما شاء الله، لان احنا كمان لسه بنطبقها فبتعمل معاكي رقات اكتر بالشكل ده ما شاء الله. خدي بالك وانا بطبق بدهن سمنة برضو. عايزة اقولك نقطة ان انت تدهني سمنة بين كل تطبيق او بين كل حاجة هتعمليها دي مهمة جدا. وطبعا بندهن الوش، انا بحط التقفيلة بتاعتها دي لتحت ووشها بيكون اللي هو اليمة التانية، فبحطها على الصينية كده، التقفيلة بتاعتها بتكون لتحت ووشها اللي هو كان على الرخامة، وبرجع برضو ادهن الوش بتاعها تاني وهي في الصينية ادهنها سمنة. بصوا هنا عايزه اقول لكم دي تقفيله تانية، او ده كده شكل تاني بقفل على الشوكولاته بتاعتي بالشكل ده. عايزه اقول لك اي تقفيله قفليها كده، يعني اللي تعجبك او الشكل اللي يعجبك اعمليه.
ما شاء الله حلوه جدا. يعني انت كده كده مش بتحطي صوص الشوكولاته بتاعك ده غير بعد 3 رقات، فالثلاث رقات بيكونوا قادرين ان هم يشيلوا النوتيلا كويس، وما تقلقيش خالص. هنا بقى دول اخر 3 ورقات معايا، عملتهم ساده من غير ما احشي جوه اي حاجه، وبس طبعا بين كل ورقه والتانيه دهنت سمنه كويس، وقفلتها التقفيله العاديه خالص، ودهنت برضو الوش بتاعها سمنه وكل حاجه، بس ما حشيتهاش من جوه حاجه، هي ساده خالص معايا علشان هقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. المهم دلوقتي تعالوا بقى نتكلم على التسوية. بسم الله ما شاء الله، بعد ما خلصت كمية الفطاير بتاعتي بدخلها بقى على الفرن، يكون سخن قوي قوي قبلها، درجة حرارة 200 او درجة حرارة عالية يعني، على الرف الاوسط، وببدأ اشغل من تحت بس، ولما احس انها خدت لون اشغل من فوق كمان، او تشغلي من فوق ومن تحت مع بعض لو ينفع. اهم حاجه تركزي مع التسويه لانه مش بياخد وقت خالص. عايزه اقولك كمان انك تقدري تعملي نفس الفطاير دي في الطاسه فوق على البوتاجاز، بس هتشتغلي بقى على نار هاديه جدا، ويكون معاكي غطا تغطي وتستني بقى مثلا 7-8 دقايق، وبعدين تقلبيها وتغطي برضو وتسيبيها على نار هاديه تكون استوت من اليمه دي ومن اليمه دي. واسهل حاجه في الدنيا والله ما شاء الله زي ما شفتوا. طب هنا بقى انت عملتي ايه يا ام هنا؟ انا معايا حليب دافي حطيت عليه سكر، وعايزه اقول لكم كميه الحليب اللي استخدمتها للفطاير كلها هي كيلو الا ربع من الحليب الدافي، وعليهم 4 معالق كبار من السكر، وما شاء الله سقيتهم باللبن او بالحليب كويس جدا، وبقوا كده حاجه كده دايبه دوب تتوه العقل. عايزه اقول لكم بس يا حبيباتي ملحوظه مهمه، ان الفطاير بتاعتك قبل ما تسقيها بالحليب لازم تسيبيها انها تهدى شويه، يعني الفطاير بتاعتي تكون دافيه والحليب برضو يكون دافي. الفطاير بتاعتي بقى اللي هي محشيه بالنوتيلا هبدا ان انا كمان ادهنها من فوق بنفس النوتيلا او صوص الشوكولاته زي ما اتفقنا، بدهن كمان من فوق. تمام. الفطيره بقى اللي هي الساده دي بشربها حليب بزياده، ودي بقى بتبقى بالسكر البودره وبجوز الهند والزبيب، بتبقى كده حاجه تحفه، وبرده ما شاء الله بتتباع برقم. فلو انت حتى مش عايزه تعملي بديل النوتيلا ولا تكلفي نفسك كاكاو ولا لبن ولا زيت، خلاص اعملي الفطاير بتاعتك بنفس الطريقه واعمليها بالسكر البودره والزبيب وجوز الهند. وطبعا اهم حاجه تشربيها حليب دافي كويس جدا، علشان هو ده السر اللي بيطلعها زي بتاعه بره بالظبط. بالنسبه بقى للفطاير اللي هي بصوص الشوكولاته زينتها كمان بجوز الهند برضو، تقدري بقى تحطي عليها مكسرات مجروشه او سوداني مطحون من على الوش. بصي بقى زيني باي حاجه بسيطه من فوق، وخدي فينش عالي وطعم ملهوش حل ما شاء الله اللهم بارك. كانت حاجه كده وهميه شكروني عليها، بس انا عايزه اقول لكم حاجه، هما محدش اداني ولا جنيه وضحكوا عليا، وقمت عملت وما ادونيش بقى ال 260 جنيه، انا ماليش دعوه، انا عايزه حق الفطاير دي. يرضيكم كده اكتبوا لهم حاجه في الكومنتات وقولوا لهم حاجه علشان انا بطالب بال 260 جنيه بس كده. ويا رب تكونوا استفدتم، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما شاء الله شوفوا بقى الجمال والروعه. طبعا بقى ما تنسوش اللايك الجميل من ايديكم، وشير بقى لاصحابكم علشان الكل يستفاد، وبألف هنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.